إذا سألت شخصا ليس لديه أدنى فكرة عن كرة القدم مثلي تماما، من هم اللاعبون العرب الأكثر شهرة عالميا؟ سيقول لك محمد صلاح ورياض محرز. لكن يبدو أن القائمة ستتسع لحكيم زياش، وهذا هو حكيم. لاعب مغربي الأصل، عمره 27 عاما، ولد في هولندا ولعب في الدوري الهولندي، لكنه الآن انتقل إلى الدوري الإنجليزي وبات يحمل الرقم 22 في تشيلسي. شعبية زياش ازدادت بين عشاق البريمير ليج، فقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اختبار هذه الشعبية عبر تصويت على تويتر. الفيفا طرحت مفاضلة بين لاعبين، حكيم زياش وجاك غريليش، عبر تغريدة تقول: من تفضل أن يلعب في فريقك؟ صوت المغردون كالتالي. النتيجة كانت حاسمة لصالح زياش 58.3%، بينما حصل لاعب أستون فيلا على نتيجة أقل، وهي واحد أقل من 42%. مدرب تشيلسي فرانك لامبارد امتدح اللاعب زياش بعد فوزه وفوز فريقه على شيفيلد منذ يومين، وقال لامبارد إن زياش لاعب من طراز عالمي، وإنه أعطى الفريق أفضلية إضافية لقدرته على تمرير الكرات العرضية وصناعة الأهداف واختراق دفاعات المنافسين. كيف ينظر المغردون إلى أداء حكيم زياش؟ عبد الرحمن يقول: حكيم زياش هو الرئة التي يتنفس بها تشيلسي حاليا. أوسكار يقول: إن كان هناك فخر للعرب فهو حكيم زياش. بالنسبة لحمزة يقول: حكيم زياش 1 للمستوى الرهيب في كل مباراة. 2 صلاح لأنه متميز في فريق ومدرب يمكن القول أنه أخذ الفرصة كاملة وثقة كاملة. محرز هو الثالث. رياض محرز رغم المعاناة في غرف تغيير الملابس إلا أنه يمكن القول أن محرز لم يأخذ ولا نصف فرصة، علامة استفهام في موسم محرز. بالنسبة لهذه التغريدة أتتنا من كريم بن صلاح يقول: لامبارد كان لاعب قبل أن يكون مدربا، فهو يعرف أن زياش ليس له مثيل في أوروبا، لذلك تعاقد معه. زياش صانع ألعاب وقائد إكسترا، إن شاء الله سيكون أول لاعب مغربي سينجح في إنجلترا، لأنه لاعب لا يبحث عن الشهرة، لاعب يبحث عن الانتصار لفريقه والمجموعة. نشأة زياش لم تكن سهلة، لكن يبدو أن الصعوبات التي واجهها منذ مقتبل حياته ساهمت في صقل مواهبه الكروية. في هذا الفيديو نتعرف على أهم محطات حياته.